هذه أمور، هذه الحوايج لا يملوها النسيان. طبعا تبقى في الذاكرة، تبقى في البنيان الفلسطيني، بنيان الآثار هذا الفلسطينية. سميته باب الحديد. لا جي معي لهنا باب المغاربة. هذا سميته باب الحديد. من بعد باب الحديد يجي باب المغاربة. هذا ونحن نمشي صلاح الدين لحد ما حد من بعيد. ليش نشوفه من قريب؟ ليش؟ بنشوفه من بعيد لأنه هو داخل المسجد الأقصى. اوكي. ما يبينش لأنه هو كيف جاي دابا تشوف. وجاي بين الحائط والمسجد الأقصى، يعني محاط بالمحاسيم والحواجز. ما نقدرش انه نوصل للباب، ولكن نوصل للحاره ونوريك دابا العلم المغربي يرفرف في سماء القدس القديمه. لا يوجد أجمل منها، ما كاينش أحسن من هكا. فقلت لكم المباني والآثار المغربية والأفعال المغربية ستبقى خالدة وسيخلدها المقدسيون في ذاكرتهم أبد الدهر، ولكن في نفس الوقت يعيشون، يسمعون، يرون هذه الأمم التي تتغنى بهم ويدعونهم للمؤتمرات أمام الكاميرات من أجل التصوير، من أجل البهرجة، من أجل أشياء لا تسمن ولا تغني من جوع. إلى حي المغاربة أيها الرفاق. ها هو حي المغاربه. من هون ببلش. طبعا قبل الحرب 48 كان في حوالي هنا 5 أو 6 آلاف شخص، إنسان من أصول مغربية داخل الأسوار. تشتتوا في منهم باقي على هذا البيوت وعايش مازال، وفي منهم طبعا ها هو العلم المغربي. ونجي نشوف هذا بيت مغربي من ايام صلاح الدين الايوبي لحد الان. راجل صاحب البيت موجود تمه، والعلم ديال المغربي موجود ويرفرف في سماء القدس لحد الان. فهو العلم المغربي قدامك. منبت الأحرار مشرق الأنوار.